المؤمنين عليه السلام يقول هالليلة ليلة 11 من رمضان قوم صلي ركعتين اي كل ركعة بعد الحمد 20 مرة سورة الكوثر 5 دقائق ياخذ من عندك وقت بس. لكن بعضنا هذا هم نسوي كل ليلة بنقرأ إلهي إنك تدعوني فأولي عنك، يقول تعال 5 دقائق وتتحبب إلي فأتبغض إليك، تتودد إلي فلا أقبل منك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول صلوها ركعتين كل ركعة 20 مرة إنا أعطيناك الكوثر السورة المباركة اقروها بعد الحمد. الآثار العجيبة لهذه الصلاة، وإن كان المفروض العبد يكون دائما عبد مطيع لله حتى إذا ما بي ثواب، ولكن أمير المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى الفياض المطلق يعطيكم الفيض والثواب. من صلى هذه الصلاة لم يلحق ذنب ذلك اليوم وإن سعى الشيطان سعيه. يعني شنو لم يلحق ذنب؟ خلينا نشوف المعنى يعني الله سبحانه وتعالى اليوم يكتبك نظيف، اليوم تصير كولادة جديدة. لما صرت نظيف بعد ماكو عندك ذنب دعائك مستجاب. لما ترفع ايدك خلي الدمعة تنزل، قول إلهي أعني بالبكاء على نفسي، إلهي ساعدني هاي الليالي شوية أروح إلى التقوى.